جيت لكم بالشكل النهائي المحشي والفراخ، شكله ما شاء الله تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اكله شعبيه، اكله معروفه يعني الشعب المصري كله عارفه، وان شاء الله تبقى لذيذه يعني بطريقه سهله وجميله. يعني هنعمل محشي بتنجان وكوسه، وديك الحاجات بتاع وفلفل، وديك الطريقه بتاعتها هنعملها. انا حاطه الشبت على الكزبره مع بعض، تمام، غسله كويس جدا. والرز ده ما بيتغسلش غير لما بنسبك الصلصه علشان ما يبوش. هنا سمنه، دي سمنه بلدي على زيت على سمنه بتاع ده كريستال او اي نوع. وده توم، تمام، وده فلفل رومي متقطع، ودي هريسه الشطه ان شاء الله هنزلها لكم على طريقتي. ودوت صلصه، وده بصل، وده صلصه طماطم، وده فلفل وملح وشطه. انا ما بحطش ده، بس انا بحط التوابل اللي هي المحطوطه، التوابل السبعه، تبقى كمون على كزبره على فلفل اسود على شطه كده يعني، وعلى حبهان مطحون وورق لوري. بس انا حبيت ان انا ما اجيبش التوابل دي كلها، اجيب بس ممكن الناس ما عندهاش السبع توابل، عندها ده بس، فانا حبيت ان انا اجيب الحاجات دي اللي موجوده في اي بيت. دي طريقه المكونات بتاعه المحشي، تمام. هنبدا بقى. اول حاجه هناخدها السمنه، تمام، والبصل والثوم. طبعا احنا مولعين البوتاجاز، هنحط الزبده يعني الكميه اللي انتوا عايزينها عادي جدا، تمام. نحط البصل، طبعا مش ده كله، اوكي. توم، في ناس بقى بتحطش التوم مع البصل كده على طول، انا بحطها مع بعضيها بحيث انا اصلا ما يعني انا بس بدبر البصله بس، مش اكتر، مش بحمرها، مش بخليها لونها ذهبي يعني، تمام. بس البوتاجاز انا قلت بقى على ما البصله تدبر، تمام. انا ولعت هنا على الشوربه اللي هعمل بها الفراخ، حطيت فيها بصل متقطع وورق لوري وحبهان، بس مش كتير عشان ما تبقاش ريحتها نفاذه يعني، وجزر وملح وفلفل، ماشي. سبتها طبعا تغلي، انا حطها من بدري. نحط بقى ايه الفرخه كده، ماشي كده. طبعا ما ينفعش نحط اكتر من اللازم ميه عشان ما توقعش على البوتاجاز الميه بتاعتها. ونغطي عليها كده، ما نقفلهاش كده عشان ما تفرش على البوتاجاز، نخليها ايه كده، تمام. هنا البصل اهو خلاص دبل، تمام. في المرحله دي بقى هنحط هريسه الشطه، طبعا هنحط هنا هريسه الشطه. الهريسه دي يا جماعه دي فلفل الاحمر الحراق، عاملاه مع الفلفل اللي هو الاحمر الرومي البارد ده، بحيث هو مبقاش ايه حراق قوي يعني انا بص هنا حاطه كتير، بس هو مش هيبقى حراق، هو بس هيبقى ليه تست حلو كده، مش حراق قوي يعني. عفوا، في ما عندي جد كورونا ولا ايه؟ هنحط بقى في المرحله دي خلاص هو البصل دبل، نحط بقى ايه طماطم مع الصلصه. لو ما عندكيش صلصه عادي على فكره مش شرط، بس هي الصلصه بتديها يعني احمرار يعني، وبتستبك بسرعه يعني، هي الصلصه حلوه. وبرده ان شاء الله هعمل لكم طريقه الصلصه المعجون
الصلصه ده سهل جدا، وتقدري تحفظيه كميه كتير يعني في الفريزر او التلاجة. احطها كلها كده عشان ايه نحط شويه فلفل، ده رومي مش حراق برضو عشان بيديها ريحه حلوه. ونحط الملح والفلفل والشطه، مش مكتره شطه برضو، الشطه دي مش حراقه قوي على فكره، عشان في شطه حراقه جامد وفي شطه زي البابريكا كده، ديت برضو مش حراقه يعني جامد يعني. بس ونغطي عليها لحد ما تستهلك وارجع لكم تاني. طبعا كده الصلصه اتعملت اتسبكت. بصوا تعرفيها اتسبكت ازاي؟ لما السمنه كده تفصل ما بين الصلصه، هي كده خلاص اتسبكت كده جاهزه. نحط الرز بقى، انا غسلت الرز تمام، نحط بقى كده، نصفي ايدينا اكن ايدينا مصفى كده عشان ما يعملش ما يبوش واحنا بنحط. صفي الميه نصفيها يا اختي. هنقلبه كده تمام. على فكرة احنا ممكن نحط في الصلصة قرفة. قرفة بتدي طعم فظيع وجميل حلو يعني. نقلب كده تمام. انا على فكرة شلت شوية الصلصة منها علشان انا حسيت ان هي كتيرة، بس هي كده عايزة شوية صلصة اللي انا شلتهم. انا حطيت شوية صلصة تاني، انا شلتهم حطيتهم تاني عشان انا مكترة الرز تمام. نفضل نقلب كده. في ناس بقى بتعمل يعني بتخلي الصلصة تفصل الصلصة خالص، تدفع عليها وبتحط الرز لوحده من غير اي حاجة يعني ايه، ما تحطش الرز على النار وده غلط. هي كل واحد بطريقته، بس ده افضل يعني. حتى الرز ياخد يطرى شوية. لو الرز اتحط من غير على النار بيبقى ني وبيجي يستوي تحس ان هو بايش، يبقى النشا باينه فيه وكده يعني. احنا دلوقتي هنطفي تمام. هو كده خلاص جاهز، هو بصوا كده خلاص هو كده جاهز. لما عمل تحس ان هو ايه بقى حته واحده كده كده جاهز. انا طفيت عليه وبحط الخضره بعد ما بدفي عليه. ليه بقى؟ علشان الخضره ما تبقى دبلانه يعني، تبقى لسه لما تيجي تحشي الاكل تبقى حلوه كده. انما لو حطيتها والنار شغاله بتبقى دبلانه تمام. انا خلاص طفيت عليها كده. احط بقى الخضره بحيث ان هي تبقى مفرفشه كده وجميله ماشي. احنا بقى نحط الخضره كده. طبعا لازم تغسلوها كويس جدا. انا حطيت زي ما قلت لكم الخضره دي شبت وكزبره بس. في ناس بتحط يعني زي ما انتوا بتحبوا يعني بقدونس، احنا مش بنحبها بصراحه. انت عرفت ان انا بحب وما بحبش؟ ايه؟ عرفت ان انا بحب وما بحبش؟ لا ابو مش شرط انت يا ماما. انت يعني انت بتحبيها بالبقدونس؟ بتحبي البقدونس؟ ردي لا طبعا محدش عندنا بيحبها بالبقدونس. لا احنا هنقلبها كده تمام. لازم يكون الحله يعني ايه كبيره شويه مش عارف نقلبها. بصوا كل ما بتبقى الخضره اكتر بتبقى على فكره بيبقى المحشي ليه طعم حلو يعني. يعني انا بصوا الخضره كتير اهي تمام. وانا برضو ساعات برضو بكتر اكتر من كده يعني. انا ساعات بحط خضره اكتر تمام. يعني هي بصوا كمان الخضره هنا مش كتيره زي ما بعملها على طول.
عشان انا كترت رز المره دي، بس عشان انا هنعمل ان شاء الله مع الكوسه والبتنجان والفلفل في سلق، ورق سلق وخس ان شاء الله. هوريهولكوا دلوقتي ما نيجي نحشي هوريهولكوا. تمام. هنا بقى دوت خلاص، احنا خلاص خلصناه. ما نغطيهوش علشان ما يستويش. هنا الفرخه انا قلبتها تمام. الاول انا اجيب برضه السباشن اللي بيها. هنا بصوا هي خلاص، يعني حاسه ان هي خلاص قربت تستوي يعني. على فكره ده ديك بلدي يعني، والديك البلدي ما بياخدش سوا كتير يعني، هو خلاص بيستوي على طول. هو قرب يستوي. هو بصوا الشوربه قلت كتير يعني، قلت كتير. احنا ممكن نغطيه كده عادي، ادام الشوربه مش كتير، مش ماليه الحله، هنغطيها عادي مش هتفور. تمام عادي مفيش مشكله. دلوقتي بقى ايه، هروح نحشي شويه يعني. دلوقتي هنروح نحشي شويه وهوريكم دلوقتي هنحشي ازاي. بس انا هفضي صينيه او حاجه عشان تهدى، عشان نعرف احشيها وجاي لكم تاني. بصوا يا جماعه دلوقتي انا حطيت الرز في صينيه كبيره عشان يهدى بسرعه يعني. احنا في الشتا هيبرد بسرعه. تمام. هنا بقى الحله اللي هنحط فيها البتنجان والكوسه والفلفل. هنا انا حطيت في قعر الحله من تحت فلفل، كوسه وبتاع ده وجزر، شكله حلو بس مقطع حلو. هنا برضو هنا حله الكوسه حطيت برضو هكذا، بس حطيت معاه التقوير اللي بيطلع من الكوسه، حطيته معاه بيدي طعم حلو. وعلى فكره التقوير بتاع الكوسه ده بيتعمل منه عجة على الفطار. ازاي بقى؟ بنهرسها تمام، وبنحطها مع بيض وبصل مبشور وجزر مبشور، ونضربها ومعلقه دقيق ومعلقتين لبن تضربيهم، وبعد كده بتعملوا بيها عجه زي الطعميه كده، بتبقى جميله في الفطار على فكره. هنا بقى حله البتنجان هكذا برضو حاطين فيها الحاجات دي، كوسه وبتاع ده. في برضو احنا لو عايزين نحط طماطم نحط عادي، بصل عادي، مفيش مشكله يعني. احنا كده دلوقتي هنحشي ماشي البتنجان. اي حاجه يعني، مش شرط اي حاجه معينه، اي حاجه قدامنا نحشيها. طبعا احنا ما نملاش البتاع ده قوي بحيث يبقى طري وجميل، ولا هو فاضي ولا هو يبقى مليان جامد يعني. لو مليان جامد هتحس انك مش هتستطعمي بالبتنجانه يعني، مش هتستطعمي بالاكل. بنوقفها كده تمام. دي البتنجان هنخلصها واقول لكم ايه هوريهولكم. هنا الكوسه بصوا، الكوسه لما باجي احشيها انا لما باجي اقصد اعملها انضفها من جوه، انا مش بعملها جامد زي البتنجان يعني. البتنجان بصوا يعني جايبه اخرها، انما الكوسه لا، عشان احس بطعمها. وكمان الكوسه بتاخدش سوا كتير. انتوا لو لو انتوا طورتوها جامد زي البتنجان، ما تيجوا تسووها هيتقطم منكم ماشي. والكوسه ما بياخدش رز اصلا كتير، وما بياخدش سوا كتير زي ما قلت لكم. بس احنا مش هنملاها اصلا يعني، احنا حاجه بس رزتين كده وخلاص. ندوق عليها كده شويه عشان ايه كده تمام. هنا صغنون وجميل. كده بصوا ندق عليها كده عشان ايه تنزل تحت. برضو هنا عملنا الايه ومخلصها بوريها لكم. الفلفل بقى، الفلفل هتيجي تحشوه لازم تحشوه على الاخر. يعني ازاي يعني؟ بصوا ما تخليهاش طري تمام. بصوا يعني ايه، تدخلوها جامد لحد تحت جامد كده. ما تخليهاش زي البتنجان نخليها طريه شويه، لا بس نعملها كده كده. بصوا سيبها ايه فيها فراغ من النص كده، عشان يبقى لما يستوي يبقى الحته دي بيتملى. خلاص هخلصه كله واوريهولكم يا جماعه. يلا باي. كده انا حشيت كله كده اهو تمام. احط بقى ايه، هرصه في الحله
البتنجان. تمام، بصوا نعملها كده. تمام كده، مبياخدش وقت اصلا يعني. بصوا خلاص انا كده حطيت الحله البتنجان، حشيتها كلها. نحط بقى ايه قرن فلفل كده مع عشان تدي ريحه، تبقى ريحتها حلوه يعني، تدي ريحه حلوه كده. خلاص خلصنا بتنجان. ناخد حله الفلفل، ماشي، برضو نميلها شويه كده. تمام. ما خدش على فكرة وقت خالص يعني، في ثواني عملته. يعني مثلا لو عندك عزومة ولا حاجة مش هتقضي وقت في المحشي ده، لان انا مش هارية فيه كتير يعني. تمام كده برضو. خلاص كده كوسة بقى. عاوزة اقولكوا برضو لما نيجي نزود الكوسة نزود ملحها عن البتنجان، بحيث ان البتنجان اصلا بيحدق. يعني ما ينفعش انت مثلا تبقى انت مزودة الملح في البتنجان تحط نفس شوربة البتنجان هي شوربة الكوسة، ما ينفعش، هتحدق معاكي. الكوسة تبقى دلعة، هي اصلا بيبقى دلعة. فانت تعملي ايه بقى؟ شوربة الكوسة تبقى دلعة شوية، حادقة شوية، مش حادقة يعني، مظبوطة عن البتنجان والفلفل. تمام خلاص كده. انا كده اهو هزودهم بقى واسويهم وايه، وهرجع لكم تاني. انا هحط دلوقتي على الوش كده جزر، يعني اللي هو الزيادة بدل ما نرميه نحطه على الوش كده اهو. هسويه بقى واقول كده. خلاص الفرخة انا سويتها تمام. انا طفي عليها من بدري يعني، هي استوت خلاص. احنا هنشيلها ماشي كده اهو. احطها طبعا، احطها في الطبق. انا دلوقتي الفرخة دي انا هحشيها بصل وتوم وفلفل اسود وملح. قبل ما احطها في الشوربه على فكره انا كنت حاطه من جوه فيها فلفل اسود وملح بس بسيط عشان تبقى ريحتها حلوه وتدي طعم جميل. انا هسيبها تهدى شويه تاني وبعد كده هرجع لكم. انا هنا حطيت في البوله بصل وتوم مفروم ماشي، وفلفل اسود شويه مش كتير عشان ما يسودهاش، وشويه ملح برضو مش كتير. تمام. هنا بقى ايه، هقلبها كده
نيجي بقى هنا اهو، بصوا هنحطه كده. بصل وقع في الارض، سخنة جدا. هو الاحسن ان احنا ايه سيبها لما تهدى، علشان البصل لما تيجي تحطيه ما يعملش، ما يبقاش مستوي كده. لا انا عايزاه يبقى فيه ايه قرشة كده شوية. احنا بنحبها كده يعني، احنا ادام سويناها ادام سلقناها بنحط فيها بتاع ده بصل. واوقات برضو بنحط فريك، يعني فريك برضو بيبقى جميل. ان شاء الله برضو في مرة كده يعني، مرة تانية هعملها لكم بالفريك. بس بقى هي مش هسويها، مش هسلقها غير لما اوريها لكم كده اهو. ماشي، على فكرة البصل بالثوم بالفلفل الاسود بالملح بيديها طعم حلو يعني، بقى جميل كده. طبعا قبل ما تعملي الفراخ لازم تغسليها كويس جدا، ملح والخل. ماشي خلاص كده اهو. هنرش عليها شوية فلفل اسود وملح، وبعد كده بقى نحط عليها الصلصة، هندهنها صلصة واوريها لكم دلوقتي. هنا ده فلفل اسود بس من غير ملح، علشان ما يبقاش ملح على فلفل اسود كتير، ميبقاش حادق يعني. هنا تمام. دي الصلصة بتوم ببصل، كانت بتاعت المحشي. ندهنها كده تمام. برضو في طريقة تخلي الفرخة تبقى حمرا، تعصري عليها ليمونة، بيبقى بتدي مزازة كده حلوة يعني، وبتحمر على طول. وشوية بقى زيت تمام. ثانية واحدة اهو كده خلاص. استني بقى، انا حطيت الشوربة تاني على النار تمام. هنزود بقى نروق كده شوية. كبشة رخمة، كبشة وحشة. كده احنا مش بنملى الحلة قوي يعني، بصوا بنسيب مثلا ايه فراغ كده، عشان بيبقى لما تستوي تبقاش مهرية يعني، تبقى واحدة بواحدة كده، تبقى جميلة تمام. هنا برضو الكوسة، طبعا الكوسة احنا مش مزودة اصلا كتير يعني، تبقى حاجة بسيطة تستوي يعني مع نفسها، بس عشان الرز يستوي. تمام. هنا بقى شوية
كده برضو خلاص كل ده هيستوي، يعني مش عشان هو انا سايبه يعني شويه كده تبقى ده الحته دي مش هتستوي، لا هتستوي كله هيستوي تمام. والكوسه احنا قلنا برضو احنا مش بنزودها كتير تمام كده خلاص. هو كده كله ده تمام كده، احنا زودنا كله وهوريكم في الاخر الشكل النهائي. كده خلاص خلصنا المحشي واستوى كده وجميل. بصوا شكله يعني تحفه. بصوا استوى مش مهري، استوي من جوه. وبرده هكذا بتنجان والفلفل. وان شاء الله الوصفه تعجبكم، سهله جدا وما خدش وقت، وان شاء الله يبقى وصفه لذيذه يعني. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله. جيت لكم بالشكل النهائي المحشي والفراخ، شكله ما شاء الله تحفه جميل. ومتنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. باي باي.